يا راجل انت كده دايما متشائم وما تشائمش ليه يا بالمخامير. ما انت شايف حال الدنيا عامل ازاي، شايف استغلال التجار وغلو الاسعار، واحنا بقى كحراميه ونصابين لازم ولابد نراعي حاله الناس، مش نبقى احنا والزمن عليهم، نبقى مش بنبين غير هو حل واحد. حل واحد بس يا دمار، ويطلع بقى ايه هو الحل ده يا بالمخامير. ويطلع بقى ايه الحل ده يا ابو المخامير؟ اننا نغني مهرجانات يا دمران. نغني مهرجانات؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا ابو المخامير؟ ايوه يا دمران، احنا مش قدامنا غير اننا نغني مهرجانات، ده حتى سياده النقيب مصطفى كامل ادى بتوع المهرجانات تصريحات يغنوا بقى في الحفلات ويلم منهم القرشينات وكله بيدفع. هو الزعيم مصطفى كامل ده مش كان محامي؟ يبقى ماله ومال المهرجانات والحاجات اللي انت بتقول عليها دي؟ لا يا دمران، التاني بتاع حادثة بن شوي اللي حصلت زمان وكان بيدافع فيه عن المصريين ضد الاجانب والاحتلالات. امال ده بيدافع عن مين؟ عن المصريين برضه ضد الاجانب؟ لا، من الاغاني الهابطه اللي بغنيها مطربين المهرجانات. ومصطفى كامل اللي بتقول عليه ده محامي برضه؟ لا، مغني زيهم بس اغانيه كلماتها حلوه وفيها احاسيس ومشاعر زمان، بس مش زمان قوي يعني، كنا بنسمعها لما كنا بنحب وننجرح نقعد نسمع اغانيه زي طول الوقت وانت بتسرد وانا مش عارف يا دمراني. هو دي اغنيه بيغنيها مغني ولا بيغنيها مرشد يا ابو المخامير؟ لا مغني. مش ده اللي كان بيغني بيقول قشطه يابي؟ يا عم قشطه كلنا كده. وانا كده. ايوه انا افتكرته عرفته، ده انا حتى زمان كنت معجب بيه قوي، كنت من اشد المعجبين بيه لدرجه اني فكرت اني اشتري ميكروباص مخصوص عشان اشغل اغانيه. كان عليه شويه اغاني انما ايه اقوى من الايام. ولا هو ده كان اختياري ولا رحله عمره؟ ازيك حبيبي؟ الله يخليك يا ابو المخامير ويسلمك. دي اغنيه يا دمراني. اغنيه؟ طب انا اسف جدا. على ايه يا دمران؟ على اخطائي وعلى بركان اشواقي. اسف جدا ان انا جيت لك عشان اشكي لك همي واقول لك اني عاوز اشتغل، ما كنتش اعرف انك راجل ناقص. فجاني اجي اقول لك عاوز اشتغل وندور هنا على شغل وشوف لنا شغلانه، يقولوا نشتغل مغنيين وبتوع مهرجانات. ثم يطلعوا ايه بتوع المهرجانات اللي انت بتقول عليهم دول يا ابو المخامير؟ ما تتحركش جو كده يا رمضان، هو في حد في الامل اللي هم فيه ده مصطفى كامل بنفسه عمل لهم تصريحات عشان يسافروا بلاد بره ويعملوا اعلى فلوس من الحفلات وياخدوا هدايا من بتوع الخليج وفلوس ياما من اليوتيوب والفيسبوك وغيره ويطلعوا من ده بتوع المهرجانات اللي انت بتقول عليهم دول يا ابو المخامير. الا هو انت ما تعرفهمش؟ لا ولا انا، بس انا اعرف منهم كام واحد كده زي حمو بيكي. حمو بيكي وحمو ليه؟ هم مش عندهم ترعه بلدهم يستحمى فيه؟ لا هو اسمه حمو بيكي يا دمران. ودي بقى صوته حلو على كده؟ ايوه يا دمران، صوته زي الكروات بس تحسه كده انه بالع في زوره عيل صغير، صوته مغشلك حبتين وتحس كده دايما انه عنده برد او زكام حاجه زي كده يعني. ومين تاني يا ابو المخامير؟ في حسن شاكوش. حسن شاكوش؟ هو دي بقى مغني ولا نجار؟ لا هو اسمه كده وعليه سرساعة أحسن من سرساعة صرصار غير الكفر. شاكوش وبيكي، إيه الأسامي المتلخبطة دي يا أبو المخامير؟ يمكن دول أكتر اتنين ملعنعين. خد عندك بقى أبو ليلي وعنبة وكزبرة وحنجرة وشطة وحاحة وشواحة. بس يا أبو المخامير بس ما عندك قلبت الأسامي المتلخبطة اللي بعد قلبت معدتي دي. بقول لك يا ابو المخامير خليك انت في شواحه ولواحه بتاعتك دي وسيبني انا اشوف اي شغلانه تانيه، بلاش تقول لي الدين. ما هو ده اللي ماشي يا دمران، الناس اللي مش عندنا دول لهم جماهير وفانزات وفنانيز في كل حته ومعاهم فلوس وعربيات بكل الالوان وكمان بيطلعوا في البرامج وفي كل القنوات. ثم الست النقيب مصطفى كامل هيغير اساميهم اللي مش عاجباك دي. يعني عنبة هيبقى عناب وكده يبقى غير اساميهم. اقول لك ايه يا ابو المخامير، بما انك انت الاستاذ عبد المؤنس خليل الشهير بابو المخامير يبقى لازما وحتما ولابد
تمخمخ كده لنا في شغلانه تانية غير الشغلانه بتاعت المهرجانات والشواجيش اللي بتقول عليها دي. شوف لنا شغلانه ناكل منها عيش بالحلال. خلاص يا دمران خلاص. ايه رأيك في الحبشتكنات؟ وتطلع بقى ايه الحبكشكنات اللي انت بتقول عليها دي يا ابو المخامير؟ اليومين دول السوشيال ميديا ما بقاش وراها غير الحبشتكنات، يعني تعمل اي حاجة ملهاش 30 لازمة هوب تك رزع تطلع فجأة ترند. تطلع ترند ازاي يعني؟ مش فاهم. ترند يا دمراني، هو انت ما تعرفش يعني ايه ترند؟ لا ولا انا. عادينا بنسمع زي ما الناس بتسمع، كل يوم يقولوا لك فلان طلع ترند. طب طلع ترند في ايه؟ ما تعرفش. وشويه تلاقي المواقع الاخباريه والصحافه الالكترونيه طالعه تصوره، زي مثلا وز الغلابه. مين؟ انت شوانجري. لا اسمع اما اقول لك يا ابو المخاميخ، انت تلزم ادبك. انا بقول لك اهو، مش عشان ما انا جاي اشكي لك قله الشغل بتقول لي انت شوادري. يا دمران يا دمران، انت فهمتني غلط. انت عارف ان انا بنتش وانا قاعد مكان من غير ما اجري، لكن انت اللي معروف عنك كده انك بتنتش وتجري. وعموما انا مش قصدي كده، انا قصدي انت شوادري دي اللي غناها الواد اللي بيقولوا عليه ويجز الغلاب. يوه ده الدنيا كلها قامت وقعدت على انت شوادري دي، ايش ممثلين ومغنيين، ده حتى لعيبه كوره والعيال الصغيره في الشارع، ده حتى مايكل جاكسون بنفسه غناه. جاكسون؟ ايه جاكسون مين ده؟ وغنى انت شوادري؟ ايه استنى كده وانا اسمعها لك. وريني كده. اتمنى اتجندر ايورتك انت شواغلي تربتت نوبين كيرا تشريوبو مساكين شيراتون اتمنى شنو الكلام الفارغ وقله الجيبه دي يا ابو المحامين؟ بقى عاوزنا على اخر الزمن نجل دنيتنا ونعمل زي الواد اللي عامل زي جرموت الربا دي ونغني ونشخر بمناخيرنا ونقول انت شوادري. خلاص خلاص يا دمراني ما تزعلش روحك، ما بقاش قدامنا غير انك تخطف رجلك لحد كشري التحرير في مصر. انت باين عليك اتهرشت في نافوخك زي الواد عصفور كده. بقى يا راجل يا خربان عاوزنا نروح مصر مخصوص علشان ناكل كشري؟ طب مالها الخبيز؟ مال الرز ابو تجليه؟ ثم مين قال لك ان انا جعان اصلا؟ اسمع يا دمران، انت هتروح هناك عند كشري التحرير صدفة، وهتلبس لبس عامل نظافه صدفة، وتطلب علبه كشري وتروح تقعد تاكلها على الترابيزه صدفه برضه؟ ايوه فين؟ يقوم وانا قاعد بقى باكل الكشري على الترابيزه صدفه يجي لي واحد من اللي شغالين في الكشري صدفه يطردني، مش كده؟ ايوه. ولما اطلع بره الاقي واحد واقف بالصدفه ماسك تليفونه بالصدفه وبيصور برضه بالصدفه، يقوم انا راح اشتكي له بالصدفه ويروح هو بقى نشر الفيديو بالصدفه، ويقوم الناس تزعل ويعملوا مراقبه على محل الكشري واصعب عليهم. ويقوم تسعى مع الاستاذ احمد العوض يروح واخدك من ايدك ومعشيك عشوه سمك في مطعم، يكون واقف هناك واحد بالصدفه يروح مصورها، يقوم الناس تقعد تتكلم وتتكلم وتتكلم ويروحوا مطلعينك ترند، يروحوا عاملين ايه بقى؟ مقطعين حل الكشري. عشان ايه؟ عشان انت صعبان عليهم، وكل ما الناس هتبدا تنساك تطلع لهم بحاجه تانيه تفكرهم بيك تاني، تفضل ملازمهم لدرجه ان عاوز سحنتك دي تبقى ده تجراوند على الموبايلات بتاعتهم. ونتشهر بقى ابو المخاميخ والناس كلها تعرفني، والصحفيين والمواقع الالكترونيه تصور معانا ويتابعوني منين ما نروح، ايش عزا يكلموني وفرح يصوروني ونبقى زينا زي المشاهير. ومن عالم يمكن كمان يخلونا نغني مهرجانات تانية يا ابو المخاميخ. وماله يا دمراني، ده احنا كلتنا ولاد تسعد ومن الفجر بيسعد. وبعدين احنا لما نتشهر يا دمراني الناس اللي مركون على الرف بقالها سنين هم اللي هيجروا وراك وهيستغلوا الترند اللي انت فيه عشان يتشهروا على جفاك ويعملوا معاك اغاني ومسلسلات كمان. عندك حق يا ابو المخاميخ، ما هو الناس عاوزه كده، الناس بقت بتجري ورا التفاهات وبتشجع الناس اللي بتجيب جريتي وفاكرين كده انهم بيتسلوا، لكن في الحقيقه اللي بيعملوا الحاجات التافهه دي هم اللي بيتسلوا بينا وبيكسبوا على جفانا من المشاهدات والهدايا والشهره اللي مفيش، وفي الاخر الناس ترجع تشتكي من انحدار الزوج العام. شفت بقى معلش يعني فايدة السوشيال ميديا بالظبط كده. تبقى رسيت على ايه يا دمراني؟ عاوز تعرف انا رسيت على ايه يا ابو المخاميخ؟ انت شوادري، انت شوادري.
أنتش